الخوف. المشكلة الأساسية عند نص الستات بيبقوا خايفين ياخدوا خطوة معينة في حياتهم عشان خايفين من الألم، خايفين من الفشل، خايفين من الإحباط. بس هي لو عارفة إن الخوف ده ممكن يجر لها مشاكل أكبر، ممكن يخليها تزعل قوي وتخاف أكتر، كانت أخدت الخطوة الجريئة. حالة النهاردة حالة عندها لولب متركب بقاله 18 سنة، حالتها الاجتماعية لا تستدعي إبقائها على اللولب، ولكن هي خايفة تشيله عشان هي خايفة من الوجع، وبتشتكي بآلام مزمنة في الظهر وفي البطن، وب80% هيكون هو السبب. فالنهاردة أخدنا القرار وتقدمت خطوة وأخدت قرار إنها تشيل اللولب لما بدأ الآلام بقت غير محتملة، وشلنا اللولب الحمد لله. لولب 16 سنة، لولب 18 سنة، لولب 20 سنة، ياما شلنا اللوالب ديت مفيش منها مشكلة زي ما انتي متوقعة ومرعوبة. وكل حالة على حسب ظروفها وعلى حسب السونار بتاعها نقدر نشيله ازاي ونتصرف معاه. بس خدي الخطوة، ما تخافيش، بدل ما تشوفي مشاكل تانية قدام هي اللي ساعتها كنتي تندمي على انك ما خدتيش الخطوة في الوقت الصح.